اخترع غواصات في يوم 3/7 من عام 2025 القوات البحرية الكولومبية أعلنت عن ضبط أول غواصة مسيرة في العالم. الغواصة مخصصة لتهريب المواد الممنوعة. هذا الموضوع عمل ضجة كبيرة جدا. من وين أجت هاي الغواصة؟ ومين اللي عم بحركها؟ للأسف لحد اليوم ما في إجابة عن هاي الأسئلة، لكن الأشياء اللي بينت بعدين وعرفنا جوابها. أولا أنه الغواصة هاي كان مثبت عليها طبق صناعي متصل بأقمار ستارلينك، ومن خلاله تم تشغيل وتحريك الغواصة، وهذا يعتبر اختراق جدا عظيم لشبكة ستارلينك، لأنه من المفترض ما بيتم تشغيل اللاقط إلا بموافقة رسمية. فكيف قدرت عصابة التهريب إنها تشغل اللاقط بدون موافقة؟ ويا ترى هل في تواطؤ بين ستارلينك والعصابة؟ الإشي الثاني اللي نعرف هو إنه الغواصة ما كان فيها مواد ممنوعة، كان فيها أكياس رمل، بالتالي الهدف منها كانت تجربة فقط. هل الطريق آمن أو لا؟ الإشي الثالث واللي بالفعل هو صادم، هاي القصة مش أول مرة بتصير، قبل هيك صارت. عدد الغواصات اللي اكتشفوها 14 غواصة. كمية التهريب كانت 25 طن من المواد الممنوعة. يمكن عقلك يقول لك إنه هذا الإشي عادي، لكن اللي مش عادي إنه البني آدم اللي اخترع هاي الغواصات مش فقط اخترعها، اخترع غواصات شبحية أحدث الرادارات ما قدرت إنها تخترقها. للي عم بشوفوني لأول مرة، أنا أبو الصادق وبحكي عن كل شيء غريب وغامض على كوكب الأرض. وكالعادة قبل ما نبلش خلونا نتذكر إنه إحنا بعدنا مقاطعين ومكملين، ولا تخلي هذا الفيديو حتى لو عجبك ينسيك إنه ما النصر إلا صبر ساعة. أما اليوم فراح أحكي لك قصة أكبر عملية تهريب في تاريخ البشرية. مش عارف شو هو الأغرب بهاي القصة، طريقة التهريب ولا الغواصات اللي هربت الشحنة ولا الكمية ولا الخطة ولا طريقة توزيع العصابة جوا الغواصات ولا ثمن الشحنة. القصة هاي مش من كوكب الأرض، لأنه حتى نهايتها أغرب من كل شيء حكيناه. مشان هيك قبل ما نبلش هذا الفيديو ولا اللي طلع لهم هذا الفيديو بالصدفة، فاحنا عائلة مكونة من 5 مليون بني آدم بنحب نعرف كل تفاصيل عن مواضيع غريبة جدا ونتعلم منها. اشتركوا معنا بالقناة وأكيد ما راح تندموا، لأنه زي ما بنقول دائما كل القصص وانت شابهت، مش زي لما أحكي لك إياها أنا. البداية من أخطر وأسوأ الأشياء اللي بتصير على هذا الكوكب هو تهريب الأسلحة والبشر والمواد الممنوعة. من سنين وسنين والحكومات كلها عندها نفس الهدف، وهو إنها توقف أخطر وأسوأ 3 تجارات بالعالم. لكن لو رحنا لتجارة المواد الممنوعة بالتحديد، وطبعا انت عارف وفاهم ليش قاعد أنا بحكي مواد ممنوعة، انت عارف عن شو أنا بحكي. لو حكيناها باسمها الصحيح الفيديو هذا راح يحلق، لهيك اليوم بدنا نركز وبدك تضلك صاحي معي. المهم، تجارة المواد الممنوعة بالتحديد إلها عدة أسواق عالمية. دول مهمتها الأساسية إنها تصنع وتبيع لكل دول العالم، زي أفغانستان واللي كانت بالمرتبة الأولى. 85% من المواد الممنوعة بالعالم كلها جاي من هناك. يعني أنك تزرع نبتة الخشخاش بأفغانستان واللي هي المصدر الأول لهاي المواد، زي كأنك عم تزرع بندورة هناك. إشي عادي جدا وطبيعي. لكن بعد تحرير أفغانستان واستلام طالبان للحكم، الجماعة حاربوا زراعة هذا الإشي بكل الطرق، ضربوا هاي التجارة بيد من حديد. اليوم أفغانستان اللي كانت بتورد 85% من هاي المواد الممنوعة لكل العالم، اليوم صادراتهم زيرو، ولا جرام، صفحة وانطوت بشكل نهائي. مين كان عم بينافسها بالفيديو؟ اشترك بالقناة عشان كل الفيديوهات توصلك أول بأول. المهم، انسالي أفغانستان والمنطقة وتعال أعرفك على أكبر الموردين بالعالم اليوم، واللي هم المكسيك، البيرو، بوليفيا، وزيد عليهم كولومبيا، واللي تعتبر اليوم الدولة الأخطر والأهم بهاي الصناعة. الآن مين ملاحظ معي إشي؟ المكسيك والبيرو، بوليفيا وكولومبيا كلهم موجودين بالقارة الأمريكية الجنوبية، وهدول هم أكبر المصنعين في العالم اليوم. كيف بيتم نقل هاي المواد الممنوعة؟ إما برا لما بتكون الشحنة رايحة لأمريكا، أو عن طريق المحيط الأطلسي، أو بالطيران إذا كانت الشحنة
رايحة لأوروبا. وطبعا أكثر طريقة معروفة ومشهورة من خلال قراصنة البحر الكاريبي. هدول الأشخاص عندهم سفن قديمة وتايهين بالبحر، شغلتهم ينقلوا المواد الممنوعة. على فرض خفر الحدود والسفن العسكرية لقطوهم، حاولوا انهم يقبضوا عليهم، هل الموضوع بيكون سهل وبسيط بطخوا عليهم وبتخلص القصة؟ لا، هدول عندهم أسلوب مشهور جدا. بهاي الطريقة بيقدروا يحموا حالهم من النووي. حتى شو بيعملوا؟ كل ما يكون عندهم شحنة بدهم ينقلوها، بخطفوا ناس وبياخدوهم معهم رهائن. في حال هجم عليهم خفر السواحل أو سلاح الطيران أو حتى ترامب بذات نفسه، فورا وبكل بساطة احنا معنا رهائن، ديروا بالكم تقربوا علينا. طبعا ما بيكون معهم رهينة ولا اثنين، ممكن يكون معهم 50 رهينة. والأهم من هذا كله والأهم من هيك كله لايف. يعني على فرض الشرطة البحرية فكروا انه يطخوا او يقصفوهم، كل شيء مسجل وكل شيء لايف. القصة راح تتحول لفضيحة عالمية. لذلك في معظم الأحيان ما حدا بيقدر يقرب من قراصنة تهريب المواد الممنوعة، والطيران في معظم الأحيان بيفشل. أكيد إنك مرقت على وثائقيات أمن المطارات، الإجراءات مستحيلة. لو معك فرشاة أسنان تتفتش، فما بالك إنك تكون حامل مواد ممنوعة. بالنسبة لأمريكا هل التهريب سهل؟ شوف، هو مش سهل ومش صعب، لأنه الخيارات كثير، بر وبحر وجو. بر عندهم سيارات وقطارات وحتى عربات أحصنة. عندهم طرق ثانية زي طرق الحيوانات البرية مدربة على قطع الحدود. جوا عندهم طيارات بدون طيار اللي هي المسيرات. عندهم منجنيق برمي الشحنة من فوق الحدود. حتى عندهم طيور جارحة مدربة. بحرا طرق كثير. وطبعا الموضوع مع الولايات المتحدة سهل، لأنه العصابات الموجودة بأمريكا أكثر من الناس العاديين. يعني سهل جدا أنك تهرب المواد الممنوعة على جوا الولايات المتحدة. تخيل أنه مع كل هاي السهولة إلا أنه أكثر الطرق اتباعا هو التهريب عن طريق البحر. سفينة صغيرة تتحرك عن بعد، تطلع من واحدة من هدولاك الدول وبترسى على الشاطئ الأمريكي بالليل. ممكن يكون فيها 10 كيلو فقط، منيحة مش بطالة. وحتى في غواصين بعبروا الحدود سباحة. موضوع طويل ومن سنين ولحد اليوم الحرب شغالة بين عصابات المواد الممنوعة وحكومات العالم. تخيل انه ملاحقة هاي الصناعة بكلف الكرة الأرضية سنويا 2 تريليون دولار فقط ملاحقتهم. لسه ما حكينا عن الآثار الاجتماعية والضرر الناتج عن هاي المواد، ما حكينا عن دمار الجيل والاقتصاد والمناخ والزراعة، مليون إشي. تقدر تقول انه الابتكار بهاي الصناعة ما بيوقف، دائما بيلاقوا طرق جديدة للتهريب. يعني كان يحطها جوا البندورة والبطيخ، جوا أسلاك الكهرباء، جوا لعب الأطفال ومليون شغلة، جوا الخرفان، فقط عشان يقدروا يهربوها للدول اللي جنبهم. ومع هيك كانت تنلقط الشحنات اللي كانت تطلع. فمشان هيك كان كل يوم لازم تبتكر طريقة جديدة، كل ساعة لازم يكون عندك خطة وطريقة جديدة. الآن كل هذا الكلام اللي حكيت لك إياه أولا عشان تعرف الخطوط العريضة والمهمة بهاي التجارة القذرة. ثانيا عشان تستوعب قديش الموضوع صعب، عشان تعرف انه بطل هاي القصة مش حدا عبقري، حدا كان مضطر يجي بإشي جديد ويكسر كل التوقعات البشرية عشان ينجح بهاي التجارة. وزي ما قلت لك اللي صار بآخر هاي القصة مستحيل تقدر تتخيله أو تتوقعه. بعام 2021 عراب تجارة المواد الممنوعة بكولومبيا، واللي لحد اليوم اسمه مش معروف، قرر يوقف تجارة المواد الممنوعة بشكل كامل. شخص زي هذا ما بيطلع من المجال إلا بطريقة درامية عظيمة، إما بيسلم حاله أو بينهي حياته أو بيسلم عرابين هاي الصناعة للإنتربول. يعني المهم يكون خروج درامي يليق بتاريخه المش مشرف. المهم هذا البني آدم قال لك أنا بدي أسكر المهنة، لكن بدي أعمل أكبر صفقة اعتزال مواد ممنوعة بكل التاريخ، 15 طن. عشان تعرف كل إشي حكيت لك إياه من الأول لحد الآن، كل طرق التهريب والكميات والتجارة وكل هاي الأمور كلها ببعضها من أولها لآخرها تعملش 100 كيلو، 100 كيلو فقط. شحنات التهريب بحياتها ما وصلت لطن واحد. يعني ما في حدا هرب طن. 1000 كيلو مواد ممنوعة يا أخوان، 1000 كيلو بتغرق كوكب الأرض مواد ممنوعة. المهم هذا صاحبنا قال لك أنا بدي أحرق المجال والمهنة، 15 طن. في حال غرقت هاي الشحنة في المحيط بيكون سمك الكوكب كله سكران. بالفعل بلش يشتغل على الخطة، كيف بدنا نهرب هيك شحنة. عشرات الاقتراحات، لكن بالأخير وصلوا لنتيجة
إنه هيك شحنة ما راح تروح إلا بغواصات. طب على فرض أنت معك مليارات، فأول شيء راح يخطر ببالك إنه بنشتري غواصة. طب مين أفضل دولة بتصنيع الغواصات؟ أمريكا؟ روسيا؟ كوريا الشمالية؟ ما بتفرق مين مكان، طالما الفلوس موجودة ما تاكل هم. طب قديش حقها؟ مليار يا سيدي تكرم، أنا بعطيك مليارين وهيك بنخلص الموضوع، بنشتري غواصة وبنبلش تهريب. لكن لا، هذا الكلام مستحيل. خليني أقول لك، أنت لو كان معاك كل فلوس الدنيا إنك تشتري بفلوسك البيت الأبيض والكرملين وتحولهم لمغسلة سيارات وتفتح فيهم كشك دخان، أسهل من إنك تشتري غواصة. فمشان هيك الحل الوحيد لواحد زيك بتاجر بالمواد الممنوعة بإنه يمتلك غواصة هو إنه يصنع غواصة. طب تاجر مواد ممنوعة كيف بده يصنع غواصة؟ بسيطة ومحلولة. الشخص هذا واللي قلت لك هو عراب صناعة المواد الممنوعة بكولومبيا، بكل بساطة طلب من جماعته قال لهم بدي أحسن وأذكى مهندس ميكانيك بكل البلد. عشان ما أطول عليك، هو مش بس جابه، هو خطف فريق كامل، فريق بتألف من 12 مهندس وعدد من فنيين الصيانة والإحداثة، مهندس ميكانيك وكهرباء وإلكترون، ميكاترونكس، وفنيين بعدة اختصاصات. الزلمة هذا كان جدا منظم. تم نقلهم لأرض سرية موجودة بواحدة من غابات كولومبيا. رتب المهندسين والفنيين بفرق وعين رئيس للتجربة. عرض عليهم مبلغ خيالي في حال نجحت التجربة. قديش المبلغ؟ بحسب المصادر في حال نجحت التجربة وتم نقل الشحنة كل واحد فيهم رح ياخد 100 مليون دولار. يعني كل واحد فيهم لو يعيش 6000 سنة ما راح يقدر يجمع هذا الرقم. المهم دخلت التجربة حيز التنفيذ. بعد شهر طلعت النتيجة الأولى. رئيس التجربة قال له إنه نصنع غواصة من الصفر كلام مستحيل. إذا بدك تنجح بهاي التجربة فأفضل شيء نعمله إنه نحول سفن قديمة لغواصات. قال له أنا ما دخلني، اعمل اللي بدك إياه، المهم الموضوع بده ينجح. عرض عليه رئيس التجربة إنه يصنعوا 8 نماذج. هذول النماذج عشان يجربوهم بيحطوا فيهم تراب وبيطلقوهم بالمحيط. في حال وصلوا معناها نجحت التجربة، وإذا ما نجحت بنضلنا نطور لنوصل لأفضل شكل ممكن. المهم زعيم العصابة مش سائل، هدفه الشهرة والخروج للدرامي من هذا المجال. زي ما قلنا قال له اعمل اللي بدك إياه، معاك ميزانية مفتوحة، المهم بدنا ننجح. بالفعل بعد 6 شهور التجربة نجحت والغواصات صارت حقيقة. والآن بدي أحكي لك عن الغواصات وأشرح لك ميزات كل نموذج. لازم تعرف أن هدول الغواصات هم عبارة عن سفن وقوارب قديمة. سفينة قديمة تم قصفها وتلحيمها بشكل معين، تم وضع محرك خاص بمكان خاص مع نظام مائي وهوائي. هذا الاشي بضمن انها تنزل الغواصة تحت المي، لكن بأقل عدد ممكن من الأجهزة. كمان شوي رح تعرف ليش ركزنا على هاي المواصفات. المهم هاي الغواصة كانت نموذج تجريبي اسمها اسكوبار، طولها 15 متر، لونها أزرق رمادي، تصميمها بالشكل التالي: القسم الخلفي موجود في المحرك طوله 2 متر، القسم الوسطي طوله 6 أمتار مخصص لأفراد العصابة، القسم الأمامي وهو أكبر قسم فيه بحطوا المواد الممنوعة. طبعا الكمية اللازمة هي 8 طن، لا بيزيدوا جرام ولا بيقلوا جرام. ليش؟ لأنه من المفترض هاي الغواصة ما تنزل تحت سطح البحر، تنزل شوي وفي جزء صغير فيها بضلوا فوق عشان يدخل هواء للأشخاص الموجودين جواتها. تم تصميم هاي الغواصة بمعادلات هندسية وفيزيائية جدا دقيقة. المعادلات هاي حسبت ملوحة البحر والوزن وطريقة تشغيل المحرك، بحيث يكون داخل هاي الغواصة جهاز واحد فقط واللي هو المحرك. ليش كل هاي التعقيدات؟ لأنه يا عزيزي احنا عم نحكي عن غواصة طولها 15 متر. هاي الغواصة رادار حقه شلن بلقطها، فلازم يشغلوها بهندسة وطريقة ما تبين على الرادار. لذلك ما حطوا فيها أي جهاز عشان ما يعطي إشارات كهربائية، لا جهاز تهوية ولا فلترة ولا صب مياه ولا تفريغ ولا أي إشي، يعني زيها زي جنينة مي. على ذكر جنينة المي، تم طلي الغواصة بمادة بلاستيكية مطاطية عازلة عشان ما تعكس إشارة وأمواج الرادار. الآن واحد منكم رح يجي في باله إنه المحرك بيطلع صوت، بالتالي أمواج صوتية، فأكيد رح يلقطوا الرادار. لكن شوف هم شو عملوا المحرك بنظام اسمه الطلقة، بيوجهوا الغواصة باتجاه الهدف اللي بدها تروح عليه. من بعدها
بيشغلوا المحرك مرة واحدة فقط بضغط وقوة رهيبة. هذا التشغيل بيستمر 5 دقائق فقط. من بعدها المحرك بنطفي وبتضلها الغواصة ماشية بمسار واحد لاتجاهها، يعني زي ما تقول بتشحن وبتنطلق زي الطلقة. وطبعا بما انه في موازنة بين وزن الغواصة ومعدل الطفو على سطح الماء مع ضبط مسار واتجاه الغواصة، فمن المفترض توصل لهدفها بوقت محدد بدون ما يلقطها الرادار. تخيل كل هذا الكلام واحنا عم نحكي عن النموذج الأول فقط وأبسط واحد فيهم. النموذج الثاني كان اسمه تشيلي، زي النموذج الأول تماما لكن فيه شوية إضافات. أولا الطول 20 متر، ثانيا فيها خزان وقود. هاي الغواصة من المفترض أنها تروح على أوروبا، عشان هيك كان فيها خزان وقود مشان يرجع يشغل المحرك. أما النموذج الثالث كان اسمه دايفر. هذا النموذج الغواصة تنزل فيه تماما تحت سطح المحيط، في جزء أوتوماتيكي ممكن يظهر فوق سطح البحر، في كاميرات وحساسات عشان يلقط الطريق، في جهاز هواء بسيط شراق هواء بيسحب هواء من فوق عشان لو في مراقبة أو رادار يطفو نظام التهوية الداخلي، وبترتفع الغواصة شوي. بيتم تهوية الغواصة من خلال هذا النظام، بالإضافة لأنه هذا النموذج فيه فخامة أكثر، يعني بتقدر تعيش فيه مدة أطول. هذا النظام تقدر تطلع فيه رحلة لمدة 2 شهر. النموذج الرابع بيشتغل على البطارية، فيها محرك جدا سريع وقوي موصول بما يقارب على 200 بطارية ضخمة. هذا النموذج كان فيه ميزة خرافية، عقد ما كان قوي المسافة اللي كان يمشيها كانت جدا محدودة، 70 كيلو فقط. طب والحل؟ كيف بدنا نعمل هيك غواصة متكاملة تروح لأوروبا؟ الحل كان بسيط. هاي الغواصة إلها بمقدمتها نظام تعليق، يعني حبل طويل. هذا الحبل بتعلق بسفينة وبتم سحب الغواصة. أول ما تصير قريبة من الشواطئ تنطلق لوحدها، يعني بيطلعوا القراصنة برحلة التهريب وبربطوا الغواصة بالحبل. على فرض وهم بالطريق طبت عليهم الشرطة، بيتم فك الحبل وبيشتغل محرك الغواصة الكهربائي. الشرطة بنشغلوا بالقراصنة فوق واللي ما بيكون معهم إشي وما بيكون في أي دليل ضدهم، والغواصة بتكمل طريقها بأمان الله. وبعد ما تخلص القصة والشرطة يتركوا القراصنة الأبرياء اللي مش عاملين إشي، بيحركوا سفينتهم وبردوا بيرجعوا عند الغواصة يجروها مرة ثانية. يعني بتقدر تقول هدول المخترعين هكروا الكوكب ب4 نماذج فقط. النماذج هاي معاد تصنيع سفن قديمة فيها. الأهم من هيك ما في رادار بلقطها. الشغل كله قعد 6 شهور فقط. هدول لو قعدوا سنة كان اخترعوا شركة سبيس اكس جديدة. احنا قلنا انهم راح يصنعوا 7 نماذج، لكن تعال الواقع 4 نماذج فقط كانت كافية وافية. الآن صار عندنا نماذج. شو لازم نعمل؟ زعيم العصابة طلب صناعة 15 غواصة بدل 4. البضاعة جهزت لكل قارات العالم. بعام 2022 بدأ تنفيذ الخطة. قبل ما نروح لتنفيذ الخطة وإيش صار فيها، لازم تعرف إنه زعيم هاي العصابة مش بس عمل وكالة ناسا خاصة فيه وصنع غواصات بشي بالراس، الزلمة هذا كان مزبط وضعه عند الشرطة كمان. كان عنده جواسيس بكل مكان. من المقرر إنه الشحنة اللي بدها تروح للولايات المتحدة وزنها 15 طن. هاي الشحنة راح يكون بانتظارها 20 سيارة شرطة مع عناصرهم، لكن هذول الشرطة مش شرطة، بالأحرى 18 سيارة منهم مش شرطة. هدول أفراد عصابة راح يقبضوا على العصابة قدام الناس. راح تطلع سيارات الشرطة على أساس إنهم شرطة ورايحين على مراكز الشرطة، لكن بعد ما يقبضوا عليهم بعض السيارات راح تنحرف وتروح لمكان ثاني. يعني من الآخر بيكونوا موقفين 20 سيارة شرطة، 18 منهم مش شرطة مزبطين حالهم مع الشرطة، بيستنوا هدول الغواصات عبال ما يجوا، بيعملوا حالهم ألقوا القبض على أفراد العصابة وبيصادروا الممنوعات اللي معاهم وبياخدوهم على أساس أنهم رايحين فيهم على مركز الشرطة، لكن بيلفوا وبيكملوا طريقهم. ممكن يكونوا ضحوا لهم بنص طن مثلا، لكن بالمقابل 14 طن ونص مرقوا. بهاي الأثناء وصل خبر للمخابرات الأمريكية، أجاهم خبر إنه في أعظم عملية تهريب بالعالم رح تصير هاي الفترة. رح تكون الطريقة ملحمية والهدف منها تسكير صفحة التهريب للأبد. يعني راح يتم تهريب شحنة الكوكب ما راح يحتاج تهريب من بعدها. لما بصير إشي زي هيك كل أنظمة المخابرات العالمية بتستنفر. تخيل معي 33 دولة شاركت بعملية البحث والترصد. ما في إنسان بالكون كله عرف كيف راح تتم العملية. اللي بيعرفوا هم فريق التجربة التائهين بالغابة، وطبعا هدول ما حدا بيعرف عنهم أي شيء، وزعيم العصابة اللي نظم ودرس كل إشي. هون في كمان إشي لازم تعرفه، زعيم العصابة بهاي العملية
كان عنده جناحين. الجناح الأول هو رئيس تجربة تصنيع الغواصات وفريقه. الجناح الثاني هو رئيس الشرطة الوهمية اللي بدهم يستنوا الشحنة هناك. هذا الشخص هو اللي راح يدير العملية بعد ما توصل الشحنة لأمريكا. طب هل في أي جهاز مخابرات في العالم عرف إشي؟ لا. هل نعرف موعد إطلاق الشحنات؟ لا. هل نعرف الوجهة وكل شحنة لأي دولة رايحة؟ كمان لا. تخيل قديش كان الموضوع سري ومنظم. هون وصلنا ليوم التنفيذ، يوم 13/6/2022. الغواصات طلعت وكل قافلة راحت بمسارها. إشي راح لأوروبا وإشي راح لأمريكا. في ناس توجهوا للصين يعني لآسيا، وطبعا ما حدا بيعرف إشي. بعد ما طلعت الغواصات من كولومبيا وبعد 6 ساعات تقريبا، زعيم العصابة اتواصل مع رئيس دورية الشرطة، قال له الغواصات جايين لعندك على ولاية ميامي. وهون بدأت القصة الحقيقية. زعيم العصابة كان قابض نص ثمن الشحنة، قابض مليارات بعد كميات بتغرق كوكب الأرض. الشحنة اللي كانت رايحة لأوروبا فجأة وبدون سابق إنذار طبوا عليها الشرطة. كيف وليش ومن وين أجوا ما حدا بيعرف. 5 غواصات بالبحر انمسكوا قبل ما يدخلوا من مضيق جبل طارق. كيف هيك ما حدا بيعرف. شو مشان الغواصات اللي كانت رايحة للصين كمان نفس الطريقة. فجأة ظهرت الشرطة من كل مكان وقبضوا على العصابة، اعتقلوا العناصر واحتجزوا المواد الممنوعة. طيب كيف برضو ما حدا بيعرف. بهاي الأثناء زعيم العصابة قال لك الموضوع انتهى، 10 غواصات انمسكوا يعني 50% من البضاعة. لذلك قرر زعيم العصابة انه يختفي ويطلع من كل كولومبيا. شوف، احيانا السوبر ماركت اللي عندكم بالشارع يكون بده منك مصاري، فانت بتبطل تمر من قدامه، فبروح ببعت لك الشاب اللي بيشتغل عنده ديليفري، بيصير يلاحقك من مكان لمكان، ممكن يتطاوش معك. هذا سوبر ماركت بده منك حق باكيت شيبس، فما بالك لما يكون في عصابة مواد ممنوعة على مستوى العالم إلهم معك مليارات. شو ممكن تعمل؟ أنا صراحة مش عارف ولا بدي أعرف، لأنه وقتها ما راح يكون في أي مكان بالعالم تتخبى فيه. المهم زعيم هاي العصابة اللي كان بده خروج ملحمي ودرامي من عالم المواد الممنوعة أكل هوا. 50% من بضاعته انمسكت. شو الحل؟ قال خلص بهرب واختفي، وفي حال حدا لقطني نصيبي. طب شو مشان ال 50% الباقية؟ الغريب والمفاجئ انه البضاعة اللي كانت رايحة للولايات المتحدة كلها عدت ولا حدا اعترضها. ممتاز. هل العصابة استلمتها؟ نعم استلموها. 50% من المواد الممنوعة نفد ووصل لشواطئ ميامي. هي وصلت صح والشباب اخذوها برضه صح، لكن مش لزعيم العصابة، اخذوها إلهم. الكل قال لك المركب غرقان والموضوع انتهى. ليش لنترك كمية زي هيك تعدي ببلاش؟ رئيس الدورية أخذ الكمية كلها ونقلها على مكان ثاني. بهاي الأثناء تواصل زعيم العصابة معه، قال له ليش انحرفت عن المسار؟ ليش رحت لمكان ثاني؟ قال له الطريق مراقب وأنا خفت على الشحنة، مشان هيك نقلت لك إياها على مكان ثاني. هون زعيم العصابة سأله عن كمية المواد اللي لقطوها الشرطة، قال له ولا جرام ما لقطوش معنا إشي. قال له أوف كيف؟ كان من المفترض إن سيارتين شرطة و18 سيارة إلكم. قال له كلهم إلنا وانت ما تشغل بالك، كل إشي بأمان. بهاي الأثناء هو عم بيحكي معاه صار إشي مش متوقع أبدا. رئيس الدورية كان بده ياخذ المواد الممنوعة إله، وعلى أساس أفراد العصابة اللي معاه قال لك برضيهم، لكن صار إشي غير متوقع. عشان تفهم، الشحنة وصلت على شواطئ ميامي، كان من المفترض إنها تروح للنقطة إكس. رئيس الدورية المزور اللي هو عميل عند زعيم العصابة أخذ البضاعة لنقطة واي على أساس يرضي العناصر اللي معاه بكم $1000 وياخذ هو الكمية كلها. لكن وهو بالنقطة واي طبت الشرطة عليهم وتم القبض على الكل. بس بعد ما تم القبض على كل العناصر واللي كان عددهم 30، فجأة الشرطة صفوهم على الحيط وطخوهم كلهم. كيف يعني؟ الشرطة بقتلوا المقبوض عليهم؟ أكيد لا. تخيلوا رئيس الدورية المزور طلع عامل عصابة خاصة فيه بعد ما نقل البضاعة على المكان الجديد. كان مجهز خطة ثالثة، عصابة هو عاملها، قتل الكل وقتل أفراد عصابته الجديدة كمان. أخذ البضاعة كلها واللي وزنها 15 طن وهرب بهاي الكمية لوين؟ على كوبا. شايف بعد كل هذا الفيلم اللي عمله؟ تخيل هو اللي كان مبلغ عن البضاعة اللي بالمحيط عشان تنلقط هديك الشحنات وهو ينفد بالشحن اللي عنده. هون حبيبنا الأولاني اللي كان بده يطلع من المجال بشكل درامي أكل هوا رسميا، راحت كل بضاعة عليه، لم فلوسه واختفى. لحد اليوم ما حدا بيعرف وين. طيب رئيس الدورية المزور
وينه كمان ما حدا بيعرف. في مصادر بتقول انه هرب بيخت فاخر، وفي مصادر بتقول انه هرب الشحنة بطائرة عسكرية. القصة جدا غامضة. العلماء اللي اخترعوا الغواصات وينهم؟ للأسف الله يرحمهم، زعيم العصابة قتلهم كلهم ولا واحد طلع من التجربة. طب سؤال، الشحنات اللي كانت بالمحيط بما انها ما بتظهر على الرادار كيف لقطوها خفر السواحل؟ لو بتتذكر قلت لك في 33 دولة مجندين لهاي اللحظة. أول ما وصل الخبر إنه العملية بلشت انتشروا بكل المياه المحلية والإقليمية. الغواصة لو شو ما كانت مطورة ما بتقدر تمشي إلا بمسار واحد نوعا ما، فعشان هيك إنك تقبض عليهم وانت عارف مسارهم إشي سهل. بالنهاية شو اللي صار؟ كل اللي بالقصة تم قتلهم ما عدا زعيم العصابة ورئيس الدورية المزور ولكن عنصر اللي ضلوا معها. أما الباقي ما حدا بيعرف عنهم أي إشي. كيف عرفنا احنا هاي التفاصيل؟ أولا من خلال العناصر اللي تم القبض عليهم داخل الغواصات. ثانيا بحسب المصادر من شهرين تقريبا تم القبض على عناصر إلهم دخل بهاي العملية وهم اللي حكوا كل إشي صار. ثالثا الشرطة عندهم 15 غواصة، يعني النماذج اللي تصنعت كلها صارت بقبضة المخابرات اللي تم القبض عليها بالمحيط واللي وصلوا لميامي كمان، لأنه الغواصات وصلت لهناك ونزلوا حمولتها وضلت بمكانها. الشرطة طبعا استولوا على هاي الغواصات. طبعا في تعتيم إعلامي رهيب على الموضوع. لحد اليوم ما حدا بيعرف إلا المعلومات اللي حكيت لك إياها، مع العلم أنه زعيم العصابة هذا بحسب بعض المصادر شهرته ضمن مواصلة المواد الممنوعة